السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا اتفضلوا معانا أحلى مكرونة بالبشاميل. والمكرونة صراحة مش هنخلي منها ولا حاجة إلا ما استفدنا منيها. يعني إيه؟ يعني المكرونة هناكلها، والمية بتاعتها برضو هنستفاد منيها وبرضو هناكلها إزاي. تعالي معايا وتابعي معايا لآخر الفيديو وانت هتشوف الطريقة وتحكمي بنفسك. الطريقة دي لو عجبتك أكيد أكيد هتنفذيها، وفعلا هتوفر عليكي كتير وهتنجح معاكي، واكيد هتعتمديها على طول باستمرار. ليه يا ام ادم؟ تعالي يا حبيبتي معايا وشوفي احلى فيديو لاحلى مكرونه. ولو معاكي اي اضافات تاني حطيها برضو. شايفه المكرونه وشايفه حلاوتها؟ عاملينها بالميه. ايوه عاملينها بالميه. يعني ايه؟ تعالي معايا نشوف كده. معانا كده نص كيلو من البصل حلو كده قطعته، وعليه فلفل اخضر ننزل عليه. ومعايا كام؟ معايا قولي يعني حتة لحمة كده مفرومة. هحطها على ايه؟ هحطها على المكرونة. يعني حتة لحمة قطعة واحدة بس مش اكتر من كده. غلينا المية وحطينا فيها ملح وزيت وسلقنا المكرونة بتاعتها. كده نسيبها لحد ما تستوي المكرونة ونروح نشوف البصلة بتاعتنا. حمرنا البصلة بتاعتنا كده ودبلت، ننزل عليها بالفلفل وحتة اللحمة المفرومة بتاعتنا. ادي المكرونة السلقت بتاعتي وادي اللحمة المفرومة. كده هننزل عليها وايه، وهنساوي اللحمة نعصجها كويس، وهنخليها احلى مكرونة ان شاء الله. بايديكي اكيد لو عملتيها هتطلع معاكي تحفة وجميلة يا ست الكل. خلصنا المكرونة وخلصناها وعصجنا اللحمة بالفلفل والبصل. كمان هجيب عصير طماطم واحط عليها عصير الطماطم. ما تكتريش الطماطم، هما وحدتين من الطماطم بس مش اكتر من كده. احنا عايزين لون، مش عايزين نخلي المكرونة او البصلة بتاعتنا المعصجة طبيخ. لا، احنا عايزينها لون، تدي لون مش اكتر من كده. يعني لو معاكي كيس صلصة حطيه بس فقط لا غير. يعني هنحط وحدتين طماطم، عصير طماطم كده فريش، ونخليها تتشرب وتتسبك. وتعالي نشوف وهنعمل ايه تاني. هنسيبها كده مع نفسيها ونروح نشوف المكرونة بتاعتي. طبعا انت لحد دلوقتي معايا ومتابعاني وعاجبك الفيديو، يا ريت ما تبخليش عليا وتدوسي لايك وشير للقناة، وكومنتاتكم بتفرحني. شكرا ليكم حبايبي. كده معايا مية المكرونة، وهو ده الوصفة الجبارة اللي انت هتستفادي منها. مية المكرونة لسه سخنة، يعني كده ايه، سخنة سخنة. يعني انا صفيت المكرونة وخدت المية بتاعتها. المية بتاعتها هي دي اللي هستفاد بيها. نزلت عليها بايه؟ نزلت عليها بكوبايتين من اللبن، يعني نص كيلو حليب، يعني كيس عادي. هنعمل ايه فيه؟ تعالي يا ست الكل شوفي معايا. اللبن سخن والمية سخنة. هننزل عليهم بايه؟ هننزل عليهم بثلاث معالق من الدقيق. 3 معالق من الدقيق. طبعا كمان لو معاكي مكعب مرق الدجاج ضيفيه تاني في المية وفي اللبن. لو مش معاكي خلاص كده كفايه. انا ما رضيتش احط ملح ليه في الميه وفي اللبن، لان المكرونه كنت سلقاها وحاطه فيها ملح وحاطه فيها زيت، فده كفايه يعني ده يكفي. طبعا انت لو مش حاطه ملح كفايه ظبطي الدنيا وشوفي الملح المطلوب وحطيه. هتحطي فلفل معاه، فلفل اسود حطي، مكعب مرق حطي. كل ده بيزود معاكي ويعزز الطعم ويديكي ايه تيست حلو كده في الاكل معاكي. يعني هيفرق معاكي في المكرونة. المكرونة كلها نشا، فمية النشا بتاعتها احنا استفدنا منيها وخليناها كده على البارد. شايفين كده المكرونة؟ او شايفين احلى بشاميل هتعمليه؟ فعلا هتعتمديها على طول ومش يعني بصي المكرونة وميتها تستفادي منيها في الحالتين. كده هتطلع معاكي احلى بشاميل. هنديها ايه؟ هنديها تكه كده على النار لحد كده ما ايه، يبقى القوام بتاع البشاميل زي ما انت شايفه. كده خلاص معايا البشاميل جاهز، واللحمه المفرومه المعصجه جاهزه. زي ما انتوا شايفين اللون بتاعها تحفه وجميل جدا. بس كده خلاص خلاص. يلا نشوف هنعمل ايه المرحله الاخيره. جبنا صينيه حلوه كده، وبعد ما جبنا الصينية نزلت عليها بالبشاميل.
البشاميل بتاعي خفيف يا جماعة مش تقيل، ما تخلوش تقيل. بس هننزل بالمكرونة. شايفين جمال اللحمة المفرومة جميلة حلوة ازاي وطعمها تحفة تحفة. نزلنا بالمكرونة شوية شوية، وبعد كده ايه هننزل بنص الكمية بتاعتنا. هنقلبها في البشاميل ونجيب معاها معلقة حلوة كده من اللحمة المعصجة المفرومة. ليه؟ علشان تديكي لون في المكرونة حلو كده، ما تبقاش بيضة، تبقى لونها ايه يعني، يعني مايلة كده بالحمار، تبقى مكرونة طعمها جميل واللون بتاعها والشكل مغري فعلا. قلبناها كلها في بعضيها، نجيب الطبقة التانية بتاعة ايه، بتاعة اللحمة المفرومة. يلا يا حبيبتي، يلا بعد ما تخلصي الفيديو يا ريت يا ريت تقومي وتجربيها، او مش هتجربيها على طول في اي وصفة مكرونة اعمليها ومش هتبطلي مش هتندمي فعلا انك هتعمليها. حطي اللحمة المفرومة في النص، وزعيها كويس، وهي بصي كلها سخنة، يعني البشاميل سخن والمكرونة سخنة، وكمان المكرونة يعني البشاميل واللحمة وكله على السخن. مفيش غير انا ايه كده جهزت الصينية بتاعتي بسرعة واروح اولع ايه الفرن بتاعتي كده. هنحط اللحمة المعصجة ونرمي عليها ايه، نحط عليها الوش التاني اللي هو المكرونة. المكرونة نحطها، وبعد كده ننزل عليها بايه، باحلى بشاميل. في الفترة دي طبعا انتي لو عندك جبنة، بعد ما تحطي البشاميل انزلي عليهم بايه، بالجبنه. ما عندكيش كفايه هتطلع زي ما انت شفتيها، انا لا حطيت جبن ولا حطيت اي حاجه، وشكلها ولونها طالع تحفه وجميل كده. حطيت التركايه اللي في النص الجميله، حطيت بشاميل على اللحمه المعصجه. ليه حطيت البشاميل؟ علشان تبقى متماسكه معاكي، وهتبقى تديك طعم رهيب فعلا في المكرونه وانت بتاكليها. جربيها ومش هتبطلي تعمليها. وخلي يا ريت البشاميل بتاعك خفيف زي كده. نزلت عليها بالمكرونه، سويتها، سويها كده كويس حلو. وبعد كده روحي اعملي ايه بسرعه، حطي البشاميل وغرقها بالبشاميل وحطيها في الفرن وطلعيها، وهتطلع معاكي احلى مكرونه بشاميل. هتدوقيها وهتعتمديها في كل وصفاتك. طبعا كده انا بشكركم واشكر مشاهدتكم، ويا ريت يعني ما تبخلوش عليا باللايك وشير للقناة. وكده خلصنا الطبقة التانية، وبسرعة هنشوفها ونشوف شكلها النهائي، ونشوف المنظر بتاعها كده جاهزة. حطيتها في الفرن وهتبقى معاكي في أقل من نص ساعة جاهزة. زي ما انتوا شايفين الشكل تحفة والطعم كان خطير. أنا معلش ما قدرتش يعني طلعتها على طول، كانت سخنة، فما ينفعش إن احنا نقطعها على طول، نسيبها مثلا مدة ربع ساعة بس عشان التسوير. صورتها لكم فعلا تحفة 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 زي ما انتوا شايفين منظرها خطيرة، يعني ما شاء الله اتاكلت في ساعتها. يا ريت يا ريت تجربوها. شكرا لكم، شكرا لمشاهدتكم، شكرا لمتابعتكم. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.